عارف ايه هي اكتر جمله اتعملت في مجتمعنا عشان تكتف طموحك وتخليك محلك سر وتموت اي محاوله منك انك تخرج بره الصندوق؟ جمله واحده بس بنسمعها من واحنا اطفال: عيش عيشه اهلك. الجمله دي مش نصيحه، الجمله دي كود برمجي او شفره اتزرعت في دماغك عشان تخاف تعمل ابديت لحياتك وتفضل محبوس في نفس الطبقه بنفس طريقه التفكير اللي انت اتولدت بيها. من كام يوم واحده بتتابعني بعتت لي رساله حرفيا بتلخص صراع جيل كامل. بتقول لي: يا خالد، انا طالعه من بيئه بسيطه جدا وريفيه، دخلت جامعه كلها ناس من بتوع ايجيبت، لقيت نفسي بتاثر بطريقه تفكيرهم ومرونتهم وبدات افلتر افكار البيئه بتاعتي لان فيها حاجات كتير غلط. فجاه لقيت اهلي والناس اللي حواليا بيهاجموني: انت اتغيرتي، انت بتتعالي علينا، انت نسيتي اصلك. انا بقيت حاسه بالذنب، هل انا كده قللت الاصل؟ بصي وبص انت كمان اللي تسمعني، عشان عارف انك مريت بده في يوم من الايام او بتمر بيه دلوقتي. لما تطلع من بيئه بسيطه وتدخل مجتمع مختلف عنك وتبدا تاخد الجدعنه والاصول والشهامه من بيئتك وتدمجهم مع المرونه وطريقه التفكير والبيزنس بتاع المجتمع الجديد، ده مش معناه انك بتنسلخ من جلدك، ده معناه انك بتعمل تحديث للسوفت وير بتاعك. انت بتخلق نسخه احسن، نسخه هجينه قادره تنجح في عالم ما بيرحمش. طب ليه اهلك او دايرتك القديمه بيهاجموك؟ ركز معايا في الحته دي عشان دي الخلاصه اللي محدش هيقولها لك. هم مش بيكرهوك ومش بيحقدوا عليك، هم ببساطه خايفين لما انت بتبدا تتغير، طريقه كلامك تتغير، طموحك يعلى، انت بتضرب عندهم جرس انذار. ده ميكانيزم دفاعي في علم النفس. هم بيخافوا ان النسخه الجديده بتاعتك دي تستعر منهم او تبعد عنهم وما يبقاش ليهم مكان في حياتك الجديده. انتقادهم ليك ورمي كلام زي انت كبرت علينا وفكك من الجو ده، دي محاوله لا اراديه منهم عشان يشدوك لتحت تاني، عشان ترجع منطقه الامان بتاعتهم ويبقوا مطمنين انك لسه بتاعهم وشبههم. وهنا بقى بيحصل لك اسوأ حاجه ممكن تدمرك: الابتزاز العاطفي. تبدا تشك في نفسك، تسال نفسك: هو انا بجد قليل الاصل؟ هو انا وحش عشان عايز ابقى احسن؟ خلينا نفكك الكدبه دي ونحط النقط على الحروف. ايه هي قله الاصل اللي بجد؟ قله الاصل ملهاش اي علاقه انت بتنطق الكلمه ازاي، ولا بتشرب قهوتك فين، ولا بتلبس من براندات ولا لا. قله الاصل الحقيقيه هي انك تتكسف من امك وابوك قدام الناس. قله الاصل هي انك تدوس الناس اللي سندوك وانت طالع على السلم اول ما توصل. قله الاصل هي انك تتبرى من المكان اللي انت طلعت منه كانه عار، لكن انك ترفضي تورثي فقر الفكر، انك ترفضي تورثي ضيق الافق، انك تبني لنفسك عقليه جديده تناسب طموحك وحياتك، دي اسمها شطاره، دي اسمها مرونة، ده اسمه وعي. المجتمع بتاعنا بيحب النسخ المكررة، بيستريح للمألوف وبيخاف من المختلف. أول ما بتخرج عن النص وتبدأ تفكر بره السرب، هيحاولوا يحسسوك بالذنب عشان ترجع للصف تاني، هيستخدموا كلمة الأصول كأنه صوت بيضربوك بيه عشان تفضل في نفس القالب. عشان كده نصيحتي ليكي ولأي حد بيسمعني دلوقتي: حب أهلك، احترمهم، شيلهم فوق دماغك، بس إياك تسيبهم يبرمجوك على مقاس مخاوفهم. الجيل بتاع أهالينا عاش في زمن غير الزمن، بمعطيات غير المعطيات. طريقة تفكيرهم اللي نفعتهم زمان لو طبقتها النهارده هتتطحن. ما تخليش حد يبتزك عاطفيا، خد الحلو من عيشتهم وارمي الوحش. فلتر كلامهم جوه دماغك قبل ما تنفذه، وافتكر دايما: انت مش مطالب تعيش عيشة اهلك، انت مطالب تبني عيشة احسن ليك انت واهلك وللجيل اللي هيجي بعدك. اصنع انت الاصل الجديد بتاعك. انا خالد الشاذلي، ودي اول حلقة من خالد توكس. اعمل سبسكرايب، اللي جاي هيفوقك. سلام.